السلام عليكم. غنشارك معكم في الدقيقة 90 سلو على حقو طريقو بالقوام ديالو. جا غزال مرمل كي كتلاحظوا. حبيت نشارك معكم طريقتي المعتمدة عندي في كل عواشر. كنتمنى يعجبكم عواشركم مبروكة. كملوا معايا لا فيديو وما تنساوش لي لايك. هنا على بركة الله عندي 2 كيلو ديال الدقيق. بعد ما حمرتها في الكوكوط تتحمروها حتى تاخذ اللون الدقيق، ياخذ اللون الذهبي ديالو صافي، وكتخليوه يبرد. ومن بعد غادي نغربل الدقيق ديالي. هنا كما قلت لكم 2 كيلو ديال الدقيق. غنبدا نغربل الدقيق مزيان، دوك الحبيبات اللي عندي نحكهم ونغربلو ونرجع معكم. وهنا بعد ما غربلت الكميه اللي عندي ديال الدقيق كي كتشوفوا كيجي اللون ديالو على هذا الشكل موحد، يعني ما نبيضوش، ما نخليوش الدقيق بيض، نحمروه باش يجينا سلو ما يجيناش فيه اللون باهت. هنا بالنسبه للزنجلان عندي 2 كيلو ديال الزنجلان. بعد ما غسلتها مزيان ونقيته وحمرته غادي ندوز نطحن نصف الكميه. غادي نهاشيها نخليها مقرمشه زعما، ونصف الكميه غادي نخليها يعني معلكه. وغنحيدوا واحد الزلافه كبيره اللي غنلوحوها صاينه ملي نساليو التخلاط ديال السفوف. هنا بعد ما ساليت تهرميش ديال الزنجلان غادي ندوزو دابا اللوز. عندي كيلو ديال اللوز. بعد ما نقيته مزيان مسحته من الغبره دهنته بشويه الزيت وحمرته في الفران. انا كندير اللوز بالقشور ديالو باش كيجي واحد اللوغو خطير في السلو. هنا غادي نستعمل هاد الهاشوار اللي غادي غير ما نطحنش انا اللوز حتى يولي ليا على شكل بخاليني، غير نقرملوه يعني نهاشيه ونخليوه مقرمش باش يجينا داك السلو مقرمش. كي كتلاحظوا انا اعتمدت غير على هاد الهاشوار في جميع الطحين ديال السلو. كنطحن شويه بشويه كنخليها تبرد باش ما نوركش عليها وتحرق ليا. كي كتلاحظوا يعني اللوز كيجي مقرمش على هاد الشكل. غادي نصب اللوز ديالي كلشي غادي نصبو في هذاك البانيو اللي غنخلط فيه كلشي. وهنا عندي حبه حلاوه والنافع. كي كتلاحظوا تقريبا 2 معالق ونص كبار ديال النافع و2 معالق ونص كبار ديال حبه حلاوه حتى هما طحنتهم وغربلتهم. وغادي ندوزو للكاوكاو. عندي تقريبا نصف كيلو ديال الكاوكاو الكبير اللي بلا قشور خديته، ونص كيلو ديال الكاوكاو يعني الصغير داك البلدي اللي كيعطي حتى هو المذاق ديالو زوين. انا هنا غادي نطحن الكاوكاو في هذا الهاشوار ومن بعد غنضيف له واحد نص كاس ديال الزيت العود باش يتعلق ليا داك الكاوكاو يولي ليا على هذا الشكل بخاليني. كي كتلاحظوا يعني الكاوكاو طحنوه مزيان كامل ما تخليوش مقرمش، حيت ديجا انا خليت اللوز هو اللي خليته مقرمش. هنا غادي نصب داك الكميه ديال الكاوكاو اللي عندي كلها. كي كتلاحظوا انا العطريه كامله كنطحن على يدي، ما كنديش نهائيا السلو ديالي العطار كيطحنوه كيجيكم سلو كامل يعني ما فيش ديك التقرميشه، كيجي بحال الزميطه. من الاحسن طحنوه على يديكم. هنا هادو هما المكونات اللي عندي في هاد السلو. غادي نزيد 2 معالق كبار ديال القرفه حتى هي مطحونه على اليد، حبه حلاوه، النافع، داك اللوز اللي هرمشت، الزنجلان والكاوكاو. هنا درت واحد شويه الملحه. وبالنسبه للزبده درت نص كيلو ديال الزبده، خليتها طيب حتى ولات على شكل نوازيط حتى تيتبدل ليها اللون ديالها. وبالنسبه للسكر كلاصي ضفت 200 غرام ديال السكر كلاصي سبيسيال. نتوما كتحركوا كتذوقوا على حسب الحلاوه، كاين اللي كيبغي يسلو حلو، كاين اللي كيبغي شويه ناقص السكر. هنا غنعرك مزيان هاد المكونات كلها مع بعضياتها، ومن بعد عاد غنبقى نضيف شويه زيت الزيتون. انا ما كنضيفش نهائيا العسل في السلو، كندير غير شويه الزبده كيف ما شفتوا طيبتها مزيان والزيت الزيتون صافي. وغتبقاو تعركوا على حسب كله كيبغي يسلو. كاين اللي كيبغيه ميدم بزاف، كاين اللي كيبغيه شويه ناشف، انا كنبغيه ناشف شويه. كي كتلاحظوا هنا غادي نضيف واحد شويه ديال اللوز. كنت سلقت نصف الكميه ديال اللوز غنخليه صاين باش نزوق به، ونص الكميه هرمشتها. وديك الزلافه اللي بقات ليا ديال الزنجلان صاين حتى هي ضفتها كاخر اضافه صافي. وغادي نزيد نعرك بيديا مزيان قد ما نتوما كتعركوا وقد ما كيطلق داك الزيت ديالو. ما تقويوش الزيت يعني مع العريك مع هو كيبغي صراحه تبارك الله تليك مزيان. قد ما كتعركوه مزيان قد ما كيطلق داك الزيت. انا هنا شفتو باقي شويه ناقص حلاوه، ضفت تقريبا واحد الكاس ديال السكر كلاصي صافي. وغادي نزيد نعرك مزيان حتى تنحس به يدم راسو براسو.
وهنا على بركه الله انا كل مره كنمشي ندلك ونمشي نقضي شغلي ونمشي ندلك شويه ونقضي شغلي حتى تيتيدم ليا. وهذاك شويه ديال اللوز اللي خليت صايد ليا غنزينو به، ضروري نلوحو فيها طريفات ديال اللوز صايم ونخليوه يرتاح في هذا البانيو حتى يزيد يطلق داك، يعني داك الليدام ديال سلو. عاد نستفوه في السطيلات كي كتشوفوا. انا كنصحكم ما تقويوش الزيت في المره الاولى، خليو سلو ديالكم يرتاح ويطلق الزيت، راه قد ما ارتاح قد ما كيطلق الليدام ديالو. وهذا هو شكله، كنتمنى يعجبكم وبالصحه والراحه.